تعالوا هنعمل مع بعض صينية كفتة في الفرن بالزبادي وبيضاية، وشايفين طعمتها بقى طرية جدا وهشة جدا من جوه. هنبدأ ونقول بسم الله، بس ما ننساش بقى نشترك في القناة ونفعل زر الجرس وتعملي لايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد. شايفين الكفتة متحمرة وزي الفل ازاي؟ كل ده في الفرن وفي حاجة واحدة بس، يعني هو في صينية واحدة وندخلها الفرن. احنا هنا كده اهو بوريها لكم بعد ما استوت. هنخش بقى في المقادير. هنا معانا بصلتين وسط مفرومين وكيلو الا ربع لحمه مفرومه. هنا هناخد نص اللحمه المفرومه ونحطها على البصل ده نفرمه تاني، يعني ننعم نصها والنص التاني نخليه كده خشن زي ما انتم ما شايفين كده. يلا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما ننساش نعمل اشتراك للقناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو. نعمل لايك وشير بقى. هنا هنطحنهم كلهم في الكبه، ننعمهم خالص وبعد كده نحطهم على الخليط ده. وهقول لكم بقى على بقيه المكونات اللي معايا ايه. دي كفته حطينا عليها زبادي وبيضه وحزمه بقدونس وشويه توم مفرومين. هتشوفوا كل المقادير ده معانا دلوقتي. هنا بعد ما بتتفرم كده ايه، بس هنفضيها بقى على بقيه الخليط الخشن، يعني نصها كده ونصها ننعمه على البصله. دول بصلتين وسط فرموهم الاول. هنفضي الخليط ده هنا بقى زي ما انتم شايفين اهي كده. هنفضيه بقى كده ونيجي حاطين عليه التوابل. انا هنا معايا حزمه بقدونس او ربطه بقدونس، قتلاها ومقطعاها يعني فرماها ناعم جدا، عشان يعني ايه اللي ما بيحبش الخضره ما تبقاش باينه ليه قوي كده اهو. هنحط بقى عليها البقدونس وفصين توم. انا هنا توم مفرزاه فواخده منه حته كده، وانت لو عندك توم هو حوالي فصين توم كبار او 3. وعلى ربطه البقدونس وعليها بضايه. ايوه يا جماعه محدش يستغرب، هي بيضه وكوبايه زبادي. كل ده بيخلي الكفته ليها طعم تاني خالص غير الكفته العاديه اللي هي باللحمه بس والبصل. عليها كيس فيجيتار، وتتبلي بقى التوابل اللي عندك كلها. هنا هنفضي الزبادي كده زي ما انتم ما شايفين. نحط كيس الفيجيتار. عندك بقسماط حطي، يعني عندك بقسماط هتحطي 4 معالق. الكيس الفيجيتار ده انا حطيته كله وزودت عليه معلقتين بقسماط. هنا معانا التوابل: معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه كزبره، معلقه 7 بهارات. كل ده هنا على بعضه ونقلبه بقى، نقلب جامد خالص كده. ندخل كل المكونات في قلب بعضها ونرجع لكم تاني. هنا هنقلب كله كده، نيجي راجعين تاني بعد ما قلبنا. كنت ناسيه معلقه بيكنج باودر حطيناها. البيكنج باودر ده عشان ما يخليش اللحمه تكش معاكي وبيديها طراوه. هنا معلقه البيكنج باودر معلقه صغيره، ونعجنهم تاني. وطبعا محضره معايا صينيه دهناها سمنه وهنصبعها بقى. يعني هنا لما احتاج معلقتين بقسماط حطيت معلقتين بقسماط عليهم اهو، عشان كانت طريه شويه معايا العجين كده. خلاص جبنا بقى صينيه ودهناها سمنه، اديناها سمنه كويس قوي يعني. ونقطع فيها بصلايه، نقطعها حلقات كده. عايزه تقطعي معاها فلفل رومي تمام، عايزه تحطي تحتها بطاطس، فلفل الوان اللي يعجبك. هنا بقى هنصبع. انا بصبعها كده على ايديا صوابع كده. إيه انت عندك سيخ، عندك حاجه مدوره عايزه تصبعي عليها ماشي تمام. طبعا هنا بعد ما خلصت صبعتهم كلهم، هنا ندهن وشها سمنه واحطها على عين البوتاجاز. اغطيها بورق فويل احطها على عين البوتاجاز تاخد غلوتين، وابقى مسخنه الفرن. اجي مدخلاها فيه بعد ما استوت كده في الفرن. طلعت انا طبعا مسخنه فحمايه، اول ما بتطلع من الفرن باجي طشها بالفحمايه على طول كده زي ما انتم شايفين كده اهو. انا ما بحبش احط الفحمايه وهي نيه في الاول، لا بعد ما بتستوي عشان ريحه الفحم كله يبقى في قلبها. ولازم نحط الفحمايه في ورق فويل كده علشان ما تنزلش السواد بتاعها او زيوتها في الصينيه. وهنا كده هنرص الكفته، وبألف هنا وشفا. اللي هيعملها ويجربها هتعجبه جدا كده اهو. بعد ما عملتها انا عملت جنبها شويه مكرونه محمره وسلطه طحينه.